بلين الأصغر ده كان حاكم روماني لمنطقة اسمها بونتيوس، ودي كانت في آسيا الصغرى اللي هي بتعتبر تركيا حاليا، وده كان في بداية القرن الثاني الميلادي حوالي سنة 112 ميلاديا. بليني بعت رسالة للإمبراطور تراجان بيسألوا فيها عن إزاي يتعامل مع المسيحيين اللي كانوا موجودين في المنطقة الخاصة بيه. في رسالته دي بليني بيصف المسيحيين بأنهم بيرفضوا يعبدوا آلهة الرومان وصورة الإمبراطور، لكنهم بيعبدوا المسيح كإله. وبيقول كمان إنهم كانوا بيجتمعوا في يوم معين قبل الفجر علشان يغنوا ترانيم للمسيح، وكمان يعملوا تعهد أو قسم على إنهم مش هيعملوا أي حاجة غلط زي السرقة أو الغش أو الزنا. الأهم من كده بليني بيقول إن المسيحيين دول كانوا بيرفضوا يلعنوا المسيح حتى لما كان بيطلب منهم كده، وده بيبين مدى إيمانهم بيه. وكمان بيقول إنهم كانوا بيحتفلوا بذكرى صلب المسيح. وفي رد الإمبراطور تراجان على بليني كان مهم جدا، لأنه قال له إن الطريقة اللي بيتعامل بها مع المسيحيين صحيحة، وإنهم لو أنكروا إنهم مسيحيين وقدموا دليل على كده زي إنهم يعبدوا آلهة الرومان ويلعنوا المسيح فممكن يتسابوا أحرار. فالرد ده بيوضح إن الإمبراطور الروماني نفسه كان عارف بوجود المسيحيين وإنهم بيعبدوا شخص اسمه المسيح.